ومعانا بقى شويه رز غسلناهم، وتعالوا نحط لنا شويه لبن من بقرتنا السقعانه. بسم الله، اللهم صل على النبي. بقول لك ايه يا دولة الباشا، ممكن تديني فلوس عشان رايحه اتسوق؟ من عيوني يا معلم، بس كده 20 جنيه هي تتسوقي بيها وهاتي غدا النهارده، واوعي تصرفيها كلها وما تغيبيش. 20 جنيه وما اصرفهاش كلها؟ بتيجي انت معايا وريني هتجيب بيها ايه؟ طب استني طيب. تعالى يا احمد. فاهم ازاي تشترك كتكوت؟ عاملين ايه؟ بتكونوا بخير. اول حاجه بقى ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتدعوا لاخواتنا في الارض المجاوره. واتحديت اشطر كتكوت بال 20 جنيه ونزلت اتسوقت وجبت لها كيلو الا ربع سمك بحر مش عارف نوعه ايه، يا ريت اللي يعرف نوعه يكتب لنا في الكومنتات. وعدد 2 طماطميه، وعدد 2 بصلايه، وقرن فلفل موحوح، وحته دقه ما يتلاش لا، وشويه زيت من عم جرجس بتاع التموين. واتبقى معانا 5 جنيه. يلا بينا نبدا. كسبوا لنا الصلاه على النبي وهات الصينيه بتاعتي، وهنجيب بقى البصل اللي احنا مقطعينه حلقات ده وننزل بيه في قلب الصينيه، ونبتدي كده نسويه في قعر الصينيه كده واحده واحده. ومعانا حته دقه وننزل بيها كده على البصلايه، وننزل عليها بنص ليمونه كده، وخد زيت رفيع او تخين مش فارقه يعني، وكام حته طماطمايه كده، ولغتهم بقى واحده يمين في شمال وشمال في يمين وفوق وتحت وتحت وفوق، واديله واديله لحد ما ياخدوا على عينيهم. ونجيب بقى نوع السمك اللي احنا مش عارفين نوعه بعد ما غسلناه ونضفناه، ونبتدي بقى نحشيه بحته دقه كده من القلب من جوه كده. وبعد ما خلصت بقى حشو السمك ابتدي ارصه في الصينيه واحده ورا واحده كده. اهم حاجه بقى الرص بالترتيب. بعد ما رصيته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وننزل بباقي الطماطم المتقطعه والفلفل الموحوح وكمان حته دقه، وعليهم عصره الليمونه وخيط زيت رفيع، وده بالكيك شقلبات ونشقلطها كده كلها في قلب بعضيها. وده شكلها النهايه قبل ما تدخل الفرن. ومعانا بقى شويه رز غسلناهم، وتعالوا نحط لنا شويه لبن من بقرتنا السقعانه، ونحط شويه لبن من بقرتنا السقعانه. بسم الله، اللهم صل على النبي. بس كده. وقبل ما نسوي في الفرن ننضف الفرن بالعرجون ده كده. وبعد ما حلبنا الجاموسه وعملنا 3 برايم من الرز المعمر نسموا الله كده ونقوله بسم الله وندخله على الفرن. الله واحد ملوش تاني، والتالت وراهم يا باشا. وعشان انا بتاع لقطه الاكشن وشايلها يا مدير، وعلى الفرن على طول. وحان الان موعد اننا نحط صينيه السمك دي في الفرن، وعلى الفرن يا مدير بسم الله. وبالشكل دوت البرايم هتكون عملت احلى وش هتشوفه في حياتك. بص بقى الفوره بتاعت البرايم دي مش عند اي حد، عندنا احنا وبس في الريف المصري. صلي على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. كده بقى صينيه السردين بتاعتنا خلصت، ونقول بسم الله ونطلعها. يا صلاتك يا نبي، اللهم صل على النبي. ويلا بينا بقى نطلعوا البرايم عشان نحط لهم السن بتاعتهم، وننزله كده واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا كده نرفع الرز من تحت بسم الله واحده واحده كده عشان نشوف استوى ولا ايه ظروفه. تسنترك. وناخد بقى معلقه سمنه لكل برام وننزل بيها كده تاني والتالت، ورجعهم تاني الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم لك الحمد. وبالشكل الجميل دوت يكون السفره بتاعتنا ديت خلصت، وهناكله احلى اكله من الفرن التينه. ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش لايك والكومنت والشير، واتمنى لنا من قلبكم الخير. سلام عليكم.